مرحبا بكم في قناة ميديا جزائرية، أول قناة إخبارية في الجزائر على منصة اليوتيوب. لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس لتكون أنت أول شخص تصلك الأخبار في دقيقتها. رسميا برشلونة يعلن رحيل نيمار بعد اجتماع مع والده صباح اليوم. النادي الكتالوني يصدر بيانا رسميا بعد اجتماعه مع اللاعب ووكيله هذا الصباح. أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا عن رحيل اللاعب نيمار دا سيلفا مهاجم ونجم الفريق عن ملعب كامب نو هذا الصيف من أجل الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. النادي الكتالوني نشر بيانا على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء يؤكد فيه أن اللاعب الدولي البرازيلي قد أبلغ إدارة النادي بالرحيل عن الفريق بعد تفعيل الشرط الجزائي الذي تقدر قيمته ب 222 مليون يورو. وجاء في بيان برشلونة اللاعب نيمار جونيور الذي يرافقه والده ووكيله أبلغ نادي برشلونة لكرة القدم هذا الصباح باتخاذه قرارا بمغادرة النادي بعد الاجتماع الذي دار في مكاتب النادي. وجاء أيضا وفي مواجهة هذا الموقف أبلغهم النادي أن يتم مقابلة الشرط الجزائي الموجود في العقد والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو في 1 يوليو تموز وسيتعين تسديده كاملا. ثم أضاف النادي وعلاوة على ذلك وردا على المطالب المتعلقة بمكافأة تمديد العقد أوضح النادي مرة أخرى أن المبلغ لا يزال مودعا لدى كاتب العدل إلى أن يتم حل القضية. أما في آخر البيان فجاءت الكلمات التالية من النادي الكتالوني: اللاعب يبقى تحت العقد في برشلونة ولكن مع إذن مؤقت بعدم المشاركة في الدورات التدريبية.